هاي النهاردة التلات 28 مايو. وبصراحة أول حاجة خاطرة في بالي دلوقتي هي موضوع فلسطين واللي بيحصل في فلسطين ورفح والحاجات دي. كان بقالي فترة منقطع عن الأخبار وكده، ولسه ريسنتلي ابتديت أتابع تاني كده أشوف إيه اللي بيحصل وكده، وبرضو طبعا مقصرة بصراحة لأن أنا يعني موضوع الأخبار ده عمري في حياتي ما كنت شخص بيتابعه، فغصب عني بيتزحلق مني اي سليب ات سليبس قصدي مني، يعني بفوته كده غصب عني. فمهم لما تابعت اللي حصل وكده بجد I felt so bad. على اللي انا قلته اصلا في الحلقة اللي قبلها كنت اتكلمت يعني ان انا غيرت بيتي ومش عارفة ايه، وانه قد ايه it feels وحش ان انا غير بيتي لبيت اوحش سنة وكده، او ان انا داون جريد يعني واروح لبيت اوحش ومش عارفة ايه. ف اصلا عشان كده برضو اخدت وقت عشان انزل الحلقة. انا كنت سجلتها امبارح بالليل وقعدت لحد دلوقتي اللي هو النهاردة بالليل، قعدت يوم يعني عشان اقرر ان انا انزلها. بس المهم يعني هو ده اكتر حاجة دلوقتي كانت شغلاني في مخي يعني. بعدين قلت انه ايه هنزلها وكده. بس طبعا الحمد لله احنا كلنا في نعمة، بجد كلنا في نعمة كبيرة جدا، وما اعتقدش ان احنا اصلا مهيئين ان احنا نعيش الاحداث اللي هما بيعيشوها دي. احنا بمجرد ان احنا بس بنسمع عنها او بنشوفها خلاص بننهار ومش بنقدر، او اللي هو مش بنستحمل يعني. في منا اللي بينهار، في مين اللي هو خلاص ما بيكونش قادر. فبحس انه ده طبيعي، ده مش عيب فينا يعني، او مش عشان احنا هشين. احنا هشين relatively compared to them. لو احنا هنقارن فاحنا بالنسبة لهم هشين جدا. احنا بسكوتة اتسقت في الشاي مليون مرة، بس بمقام ان احنا اتسقينا في الشاي بس من غير ما نتسقى حتى يعني، if that makes sense. هم ما شاء الله عليهم يعني بجد ما فيش زيهم بصراحة. ما يعني بجد دول مثال على رحمة ربنا بالناس، على ازاي ممكن ربنا ينزل رحمة حتى في أصعب اللحظات، في لحظات احنا مش بنقدر حتى ان احنا نتخيلها انها ممكن حتى تحصل لنا في يوم من الايام، او حتى مش بنستحمل ان احنا بس نتفرج عليها كمشاهدين. بص بقى ربنا بينزل عليهم الرحمة ازاي، وانه هم قادرين يتحملوا وال السكينة، مش بس رحمة، السكينة بينزل السكينة على قلبهم. ده purely سكينة من ربنا بجد يعني. انا مش شايفة له شرح غير كده، ملوش اي تفسير. ولو حد قاعد يحاول يفسر هيتجنن، اللي هو هم ازاي اصلا عايشين في كده، او ازاي عايشين كده، وازاي بيتفاعلوا بالطريقة دي. ف بس بصراحة حاجة صعبة قوي، حاجة صعبة قوي قوي، وحاجة بجد لما بقعد كده اسيب نفسي اقعد افكر فيها مش بعرف استوعبها بصراحة يعني. انا اللي هو خلاص بقيت اكيد دول ناس أقوياء بشكل أنا أصلا مش قادرة أتخيله حتى. المهم ما كنتش planning ان انا اتكلم عن الموضوع كده، بس بجد هو ده فعلا اللي بيخطر على بالي لما بفكر فيهم. اللي هو انا ببقى speechless خلاص at this point، انا speechless، ما عنديش حاجة اقولها، مش قادرة اعبر حتى. بس ف يعني اللي هيسمع الحلقة اللي قبلها دي، اللي قبل دي على طول، ويكون لسه متابع حاجة عن فلسطين، فهو هيسمع واحدة دلوعة بس، دلع ليفل الوحش بجد. بس لكن غير كده يعني I don't have anything to say. I feel bad بصراحة ان انا اتكلمت بالطريقة دي، بس يعني that's it، ما عنديش حاجة تانية اقولها. وغير كده انا في مصر، قلتها برضو في الحلقة اللي فاتت بس ان كيس ان انتوا ما سمعتوش. انا في مصر، جيت مصر اخيرا الحمد لله. وبحس هنا ان الوقت بيجري هوا يعني. الوقت مش بيجري، هو بيطير،
هو بيضيع كأن في حقبة سودة ماشي، بلاك هول بيدخل فيها الوقت كده وبيعدي، بيحصل كده ايه ساعات كده بتقوم ايه، يعني في ساعات من اليوم بتقوم تتشفط في الحقبة السودة دي. بس كنت حابة اعبر برضو عن كده. مش عارفة هل اللي عايشين هنا بيحسوا بكده برضو، ولا بس عشان انا جاية زيارة فبحس بكده اللي هو ده اجازة ومش عارفة ايه. هي مش اجازة، مفروض ان انا ذاكر وعندي حاجات اعملها actually، بالذات في الاجازة دي عندي حاجات اعملها. مش عارفة النظام هيفضل ماشي كده لحد امتى. يعني انا عشان لسه جاية فقلت هدي نفسي يومين 3 اوف كده، بريك، كان انا اريح شوية عشان ما لحقتش اريح بعد الامتحانات خالص. قعدت انشغل بموضوع التعزيل ده، وبعدين جيت مصر فقلت خلاص طيب اريح شوية. بس حتى الراحة بتتشفط، الوقت بتاعها بيتشفط يعني، معرفش بقى. فبجد I wonder هل اللي عايشين هنا بيحسوا بكده برضو، ولا لا عادي بيعرفوا ان هم يفولو روتين. يعني انا في مصر حوار الروتين ده بالنسبة لي بحسه صعب مهما كان عندي وقت. يعني انا هنا عادة بيكون عندي وقت اكتر بكتير طبعا من في تركيا، بس بنجز اقل بكتير تلنا. ومش عايزة برضو اقول الكلمة دي واعممها فاعيشها بجد، لان انا محتاجة استغل الاجازة دي بجد. بس تلنا الوضع كده، وفي كل الاجازات اللي فاتت كان كده، بس ما كنتش بهتم قوي لان كنت بنزل عشان ايه يبقى بريك. يعني ما كنتش بهتم ان انا انجز قوي. بس المرة دي الوضع طارئ وضع طارئ، محتاجة ان انا انجز بس. ومشتتة طبعا، مشتتة جدا. هنا في مصر برضو ببقى مشتتة بزيادة، دي برضو بحسها لي علاقة بكده. في عندي أفكار كتيرة جدا at the same time. مع ان زي ما بقولكوا برضو أنا فاضية مفروض. بقيت برضو أحس إن أنا مش متشجعة أوي إن أنا أسجل. يعني أنا فاتحة كده أسجل وأنا ما عنديش حاجة يعني بذات نفسها عايزة أقولها، فاهمين حاجة specific قصدي بالظبط عايزة اقولها. يعني لا يعني بتكلم كده عشان زي ما بقول لكم برضو مشتتة. يعني في عندي افكار كتيرة جدا، فمش عارفة بجد اتكلم في ايه بس اهو بملى حلقات وخلاص. و actually برضو حاجة كنت متفاجئة قوي منها، هي انه في listeners على سبوتيفاي كان ميت بقاله فترة. في listeners كتير actually. يعني في اليوم جت عدد كبير compared اللي قبل كده. فدي حاجة أنا متفاجئة جدا منها على حلقات قديمة، لأن أنا بقالي كتير جدا مش بسجل أصلا. على حلقات قديمة برضو. this is really weird بالنسبة لي. بحس ان انا داخله الصالون بتاع البيت وفي ضيوف كتير معرفهاش، فمش بعرف اتكلم قوي، بتكسف وانا داخله عليكم، بالذات لو بقالي فتره كتيره مش بسجل. يعني انا اخر حاجه سجلتها غير بتاع امبارح ده بقالي 10 ايام مثلا او 9 ايام مش عارفه. المهم فحاسه ان انا داخله الصالون وفي ناس معرفهاش، بس بتكسف منه وبكون حاسه انه لا we need to break the ice وبعدين اتكلم واشارك معاكم. وطبعا لحد دلوقتي بقعد اداوت يا ترى البودكاست دي فكرة كويسة ولا لأ، واديني مستمرية. الحلقة دي الحلقة 50. I can't believe it بصراحة. كنت دايما بقول يعني ان انا عايزة اعمل لحد 50 حلقة على الاقل. يعني عايزة ده انه ايه يكون كأنها كده اللي هو مايلستون، ان انا اوصل لل50 حلقة. كان نفسي اوصل لها بس فوصلت لها النهاردة. مش حاسة بحاجة قوي، يعني مبسوطة بصراحة طبعا، بس حاسة انه خلاص عادي. حتى I think ان انا كنت قلت لنفسي اول ما اوصل للحلقة 50 ممكن ابقى ابتدي اعلن عن البودكاست، لان انا لسه معلنش عنها. انا حطاها بس في الانستجرام بايو كده كلينك، اللي يلاحظها يلاحظها، اللي ما يلاحظهاش خلاص عادي كده. لكن ما اعلنتش عنها. يعني اللي بجد قلت لهم هم صحابي، بروح اقول لهم على البرايفت. حتى مش كل صحابي، ناس قليلة جدا من صحابي هم اللي عارفين، يعني يتعدوا على صوابع الايدين بس. لكن عامة كده لا، ما اعلنتش عنها، ومنع صحابي من ان هم يعلنوا عنها. يعني انا قايله لهم
do not post it خالص. محدش يقول لحد اصلا. لما اجي اقول لحد بقول لهم ما تقولوش لحد، يعني ده ليكوا انتوا بس. ف كده هو الوضع كده. بس that's it. يعني مش عارفة، كنت بفكر ان انا ممكن اعلن عنها، بس انا لا، انا مش في حالة ان انا اعلن عنها خالص. مش عارفة اصلا ازاي اعلن عنها. اعمل سكرين شوت واقول لهم جو فولو مي اون ماي بودكاست؟ لا طبعا مش هعمل حركة زي كده. لا لا لا، انا هكسف قوي. لا 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 مستحيل. يعني لو حد اكتشف اوكي ماشي، خير وبركة. لو لا، خير وبركة برضو. انا بتكسف جدا ان انا يعني حوار انه اعرف ان حد فعلا بيسمعني. مش بقدر استوعبه. يعني ممكن بستوعبه بس شوية من شوية كومنتس بتجيلي على يوتيوب. يعني يوتيوب هو اللي انا اتصدمت فيه. كان في كام فيديو جالي فيهم كومنتس ام لايك ايه ده بجد، في ناس بتسمع بجد بإرادتها ناس تختار انها تسمع. بس حتى الحلقات دي اصلا وانا بسجل obviously بسجل كأن ولا حد بيسمع، عشان كده بتكلم بالطريقة دي. بس ما انا عارفه ان في ناس بتسمع، بس ما اعتقدش ان هم بيسمعوا لحد هنا. بحس ان هم بيسمعوا اول دقيقتين 3 وخلاص. واللي بيكملوا لحد الاخر دول صحابي، حتى مش كل صحابي فاهمين. فعشان كده اللي هو خلاص وانس ان انا عديت اول دقيقتين 3 بستريح اكتر. اللي هو تمام، محدش هيسمع لحد هنا اقدر اخد راحتي بس كده. فلو سمعتوا لحد هنا انتوا كده داخلين معايا، انتوا جايين قاعدين معايا. بس يا جماعة انا فعلا ما عنديش حاجة قوي اقولها. انا بس زي ما بقول لكم بشارك معاكم افكاري وكده واحاسيسي وبس. بجد بخاف قوي ان انا اكرنج في المستقبل، فاحيانا بكون متحسسة على الكلام اللي انا بقوله، واحيانا ام لايك خلاص يعني طز عادي، ما محدش بيسمع كده كده. واي حد حتى لو في المستقبل الموضوع كبر شوية مني، لو البودكاست كبرت شوية، محدش هيقعد يسمع في كل حلقة يعني. فقشطة. بس فكنت بقول لكم بجد السؤال ده بيخطر لي كتير قوي. يا ترى البودكاست دي حاجة صح ولا لا؟ فكرتها. انتوا عارفين يا جماعة ان على على سبوتيفاي لما بدخل كأن انا واحدة غريبة. يعني لما بدخل على الشانل بتاعتي كأن انا مش انا. فاهمين؟ المهم يعني كأني بدخلها من شانل تانية. يعني بيبان لي بعمل ايه انه more like this. ماشي more like this اللي هو يبين لي الاوبشنز بتاعه البودكاست اللي بتقدم حاجات زيي. بيقول لي مفيش حاجة زي كده، انه we did not find something like this او there's nothing like this، حاجة كده. يعني انه هو basically مفيش حاجة شبه فكرتي. فدي كمان حاجة مقلقاني at the same time بسطاني to some extent. اللي هو ايه ده، دي فكرة مميزة، بس هل يا ترى هي فكرة مميزة بطريقة حلوة ولا اللي هو بطريقة لا يعني no it's not اللي هو بس. فده برضو سؤال بيخطر لي كتير، اللي هو يا ترى هي فكرة مميزة كاللي هو حلو ان انا الوحيدة اللي بقدم حاجة زي كده ومش عارفة ايه، ولا هي فكرة غبية ان انا حاطة حرفيا حياتي كده. هو برضو at the same time by the way انا مش حاطة حياتي قوي. يعني انا برضو بحاول على قد ما اقدر ان انا اخبي يعني، او مش ان انا اخبي، بس قصدي ان انا مفضحش قوي. يعني بحاول. انا بطبيعتي بتكلم كده. لو انا بطبيعتي في الحقيقة لو جيتوا تتكلموا معايا هتكلم كده، هقول لكم نفس الحاجات دي، ما عنديش مانع حتى لو انا ما اعرفكمش قوي. يعني على حسب طبعا انتوا مين برضو، بس مين انه عادي ممكن اشارك معاكم الحاجات دي، لان الحاجات دي برضو مش هتوديني في داهية ولا ايه. I don't know at this point. انا I believe ان هي مش هتوديني في داهية. الله اعلم بقى بالفيوتشر، عشان انا ممكن تشوف انه ايه الهباب اللي انت بتهببيه ده. بس at this point انا شايفة ان ده لا عادي. يعني فيها ايه، انا مش بقول اسرار الدولة يعني، ده عادي فاهمين. وبعدين مش بقول اسرار اصلا. في حاجه كمان، انا ما عنديش اسرار اصلا. مش عارفه بجد. يعني لما بقعد افكر ان انا فعلا ما فيش حاجه سر، اللي هو حاجه اوف ايه ده، دي ما ينفعش تتعرف. يعني فاهمين ان هو عادي اي حاجه لو اتعرفت حاساها في حياتي، حاساها اللي هو خلاص عادي، ما فيهاش اي حاجه سريه. فاهمين؟
ده برضو من رأيي في هذه المرحلة. ووارد جدا ان انا اغير، مش وارد بل مؤكد ان انا هغير رأيي وشخصيتي عشان لسه بأنضج لسه بكبر. انا عندي 23 سنة، مع العلم ان انا عندي 23 سنة وانا شايفة ان انا كبرت جدا، والحوار ده مضايقني جدا ان انا بقيت 23 سنة، عشان 23 is not like a fun age. 23 ده 23، لا هو 22 اللي هو ايه ده الله ده رقم كول قوي 22، ولا هو 21 اللي هو او ماي جاد ليجل ومش عارفه ايه والجو ده اللي هو 21. فاهمين؟ 21 ولا هو 25 اللي هو انا قطعت بقى في النص، انا في نص العشرينات وخلاص. لا، هو رقم insignificant قوي، بس رقم 23. ومش عارفة بصراحة اللي في 23 دول انا كنت بشوفهم وانا اصغر من كده، كنت بشوف ان هم كبار عارفين هم بيعملوا ايه، ناس مسؤولة وناس تتصنف من الناس الكبار، متصنفين كبار. انتوا متخيلين ان انا كنت بصنفهم كبار؟ انا دلوقتي في 23 سنة بحس ان انا محتاجة حد كبير في حياتي، محتاجة حد ياخد باله مني، يعني عايزة حد كبير بجد يدير لي حياتي، اللي هو لا انا مش الكبيرة، لما في حاجة اقف فيها بكون عايزة اسأل حد كبير بجد. فمش عارفة بصراحة هل انا الوحيدة اللي في 23 سنة اللي بفكر كده ولا لا. هو actually مش انا الوحيدة، دي حاجة I know it for a fact. بس هل مثلا كل الناس اللي كانت 23 سنة كانت بتفكر كده برضو، ولا الجيل بتاعي بس، ولا هي فعلا حاجة يعني في الجيل بتاعي اللي هو زمان لا كانوا 23 دي اللي هو هي اعقل من كده ومش عارفه ايه، وعشان دلوقتي النضج نفسه الماتشوريتي بقت متأخرة وبقت very variable وكده. بس يعني هو ده برضو ده سؤال بيخطر لي كتير برضو، ولا انا اللي كنت شايفة غلط مثلا، ان انا كنت شايفة انه لا انا بس عشان اصغر منهم فبشوف 23 ان هم ايه ده اوف كبار، لكن it has always been that way. مش عارفة. المهم ان العشرينات كلها كده بحس بصراحة العشرينات دي حاجة غريبة قوي فعلا. يعني مثلا الواحد وهو كان شاب مراهق كان فكر ان هو عارف كل حاجة، وكان فكر ان هو احسن واحد في الدنيا، وكان فكر ان هو ايه ده، ايه اللي انتوا بتهببوه ده يا عشرينيات، ايه ده. يعني انا مثلا جنى اللي عندها 15-16 سنة ماشي، لو كانت بصت على جنى اللي عندها 23 سنة دلوقتي كانت هتقعد تتريق عليها كمية تريقة. كنت هبولي نفسي اقسم بالله، كنت بقول ايه اللي انت بتهببيه ده، ايه الملل ده، ايه الاختيارات دي، ده انت فاهمين اللي هو ايه ده انت مملة قوي يعني، ده انت تعملي ايه، فاهمين اللي هو ايه ده يا اما دلوقتي انا بقعد ابولي جانا برضو اللي عندها 15-16 سنه، ايه القرف ده اللي انت كنت بتعمليه ده، انت فاكره نفسك ايه بس. و at the same time برضو بصراحه at the same time عشان بس ما ضيعش حق جانا اللي عندها 23 سنه. لو انا كان عندي 15-16 سنه يعني وببص عليا وانا عندي 23 سنه كنت هقول برضو البت العبيطه اللي شايفه انها فاشله قوي كده، وهي اصلا يعني ما شاء الله عليها ايه ده، يعني بعد ده كله ولسه بتشوفي نفسك ما حققتيش اي حاجة، ولسه بتشوفي نفسك برضو كده. فاهمين ازاي؟ هنبتدي ندخل في جلد الذات، فمش عايزة ادخل في الزون دي دلوقتي. انا في مصر ومبسوطة حاليا مش عايزة اجلد نفسي كفاية بجد. كلمت ماما في مرة والله قعدت يا لهوي كنت بجلد نفسي بشكل يا جماعة. ده لسه اصلا الاسبوع اللي فات مش زمان ولا حاجة، لدرجة ان ماما كانت بتزعقلي بتقولي بالراحة شوية على نفسك يا جنى، ايه اللي انتي بتقوليه ده، ايه ده في ايه مش عارفة ايه. بجد حاجة وحشة قوي حوار انه الواحد يقعد يحط لنفسه هاي expectations، فما بالكوا بقى للناس، ما اكيد يعني هنعمل كده. فدي حاجة برضو في الشخصية، لو انا بحط لنفسي هاي expectations، لو انا بحط قصدي للناس هاي expectations، ولو الناس يعني اللي حواليا ماشي حسبانا او يعني taking into consideration as if ان هما بيسمعوني، مش كلهم بيسمعوني بس يعني المهم كأن الناس اللي حواليا بتسمعني. فلو انتوا شايفين ان انا
بأحبط منكم، وان انا حاطه لكم هاي اكسبكتيشنز وانتم مش قادرين تقابلوها، تميتت يعني، توصلوا لها، تقابلوا الاكسبكتيشنز، بترجم ترجمه حرفيه. فتوقعوا برضو ان انا بعمل كده مع نفسي، فاهمين؟ ومش بس انا محبش اخلي الحوار بيرسونال عشان بحس ان انا بهجم على نفسي، محبش اعمل كده اونلاين عشان هنتخانق، شخصياتي هيتخانقوا مع بعض دلوقتي. المهم، فبتكلم عامة عن الطبع البشري، الطبع البشري، تمام؟ مش بس عن جنى. فأي حد تلاقوه بيعمل حاجة معينة مع الناس، اعرفوا ان هو بيعملها مع نفسه أول حاجة. يعني حد عنده هاي expectations من الناس و very picky في الناس، واللي هو بيقعد بيركز كده، فده أكيد very picky مع نفسه وبيقعد يعمل كده مع نفسه. بس مش هقول اكتر من كده عشان ما اتخانقش مع نفسي دلوقتي. بس عامه جلد الذات الحمد لله قل عندي عن من 2 سنين، وان شاء الله انا بشتغل على الحوار ده، هبقى اقل من كده بكتير. انا بس يعني الفتره اللي فاتت عشان كنت روتيني كله وقف، فابتديت اتخانق مع نفسي، ولكن ان شاء الله قريبا هرجع لروتيني، يا اما هتصالح مع ان عادي ممكن يعدي شهر من غير ما امشي على روتين. فيها ايه يعني؟ فيها ايه بجد؟ شهر مش حوار، حتى شهرين يا ستي عادي. انا طولت قوي يا جماعه، والله ما كانش قصدي، بس المهم لو سمعتوا لحد هنا فانتوا بجد ابطال. احييكم وشكرا جدا. Thank you. Bye.